وبيستشهد بموقف حصل لرئيس جون كينيدي في انتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 1960 لما سأله صحفي وقتها عن فترة الكساد الكبير اللي حصلت في أمريكا سنة 1930 واللي عانى فيها الأمريكان من زيادة البطالة وتراجع معدل النمو بشكل كبير جدا، وكانت واحدة من أكبر الأزمات اللي حصلت في العصر الحديث. وساعتها رد الرئيس كينيدي إن هو ما عندوش معرفة مباشرة بيها وقرأ عنها مجرد قراية بس في جامعة هارفارد، لأن عيلته كانت غنية جدا وقتها، بل بالعكس كمان دي قدرت تزود ثروتها بشكل أكبر في الأزمة دي، فعاش حياته برفاهية أكبر بكتير. طب الناس ازاي هتقدر اصلا تنتخب شخص هو ما قدرش ان هو يعيش اكبر ازمه اقتصاديه حصلت في تاريخهم وقتها؟ وبيحكي الكاتب بعدها عن استطلاع اتعمل عن تمويل المستهلك الامريكي وسلوكه لمده 50 سنه، والكلام ده اتعمل في سنه 2006 للمكتب الوطني للبحوث والاقتصاد، وساعتها لقوا ان الاشخاص اللي نشأوا في فترات التضخم العاليه استثماراتهم وثقتهم في الاسهم والسندات كانت منخفضه جدا، بينما الاشخاص اللي نشأوا في تضخم منخفض زي فتره التسعينيات مثلا كانت استثماراتهم وثقتهم في الاسهم اكبر بشكل ملحوظ. وده عندك مثلا حاجه ممكن تكون مش منطقيه بالنسبه لنا هنا في مصر، تذاكر